عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده جيت ايه، فكرت عايزه اعمل حاجه سريعه كده ما تاخدش مني اكتر من دقيقه. رحت جبت جمبري، نضفته كده وظبطته تمام. ودي الطريقه بتاعته. كل اللي انا باجي اعمله شويه بصل متقطع مع فلفل مع ليمون، والتوابل اللي هنيجي نحطها. هنيجي نشوف، انتوا كده شايفين اهو الجمبري متنضف تمام. كل الموضوع ان انا هاجي اشيل الليمون ده، اروح حاطه كده. دي توابل تمام، ملح وفلفل وشوية كمون بسيط. هحط كده اهو. ما بعملش حاجة كتيرة. وادي الليمون باجي اعصر. خلي بالكم ان انتوا لازم ترموا قشر الليمون فيه. شايفين كده؟ طبعا احنا كده دلوقتي ما خدتش اكتر من ايه، اقل من دقيقة. دي 30 ثانية صح. عايزة اقول لكم ان انتوا لو شميتوا الريحة دلوقتي من غير ما هو ما يجي يتحط على النار تحفة. طبعا قشر الليمون بيجي يتعمل بيدي بس ايه، مزازة للاكل تمام. ولو في اي ريحة سمك ولا اي حاجة دي كده بتروح. على نار هادية جدا انا باخد ده تمام، وباجي احطه يا ما يقرب مثلا من 5 دقايق وابدا اقلب كده. بقى حطيناه على النار تمام، نار هادية جدا. هو الموضوع كله هياخد مننا 5 دقايق بالظبط، وهنبدأ نقلب ونشوف لونه اتحول ازاي. طبعا ما بنحط ولا مية ولا زيت، هو بيبقى كده بيور. شايفين بقى كده الشكل عامل ازاي تمام. ده كده فاضل له 5 دقايق تانيين. انا كل اللي انا سبته 5 دقايق اتعمل اللون ده. طبعا انتوا شايفين كده الشوربه بتاعته اهي. عرفتوا بقى ان انا مش بحط ولا ميه ولا زيت ليه تمام. 5 دقايق بالظبط، وهوريكم شكله كده في الاخر بيبقى عامل ازاي. ده كده بقى يا دوب هو استوى، وانا جيت طلعته وقدمته اهو. وادي كده شكله الاخير. بالهنا والشفا.